السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا كبر يا شيخ. الحمد لله. انت لسه على الألفاظ دي زيك يا بركة والحاجات اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بص يا شيخ، حضرتك أنا كنت أنا متجوز ورميت على مرتي ثلاث مرات. في مرة ده الكلام ده بقاله فترة، تمام؟ مش أنا مش تمام. فاكره إيه بالظبط. تاني مرة كان في حاجة حاصلة، تمام؟ ماذا قلت؟ يعني تمام ايه الأول؟ ما هو تمام. ماذا قلت؟ أول مرة بصراحة أنا مش فاكرها. طيب. الموضوع ده قديم. مش فاكرها وبعدين ثاني مرة تاني فاكرها. مرة تاني مرة مؤاخذة، يعني أنا اللي خاني حلفت عليها بالطلاق. كان في حاجات عندي نواقص في البيت، تمام؟ هي كانت واخداها في بيت أبوها، وديتها بدون إذني. سكر وعسل مثلا، سكر وزيت يعني. تمام. تمام. ده وبعدين حاجات من سبب من ايوه لو يعني عايز ماشي. حاجات بالظبط أقولها لك يعني برضه. ماشي مش مشكلة. المهم مش تمام. مشكلة في الحاجات. فبقول لها فين الحاجات دي؟ قالت لي ده عندي. قلت لها طب انت قلتي لي استأذنتي مني، فما ايه؟ قالت لي لا. قلت لها طب انت بتودي الحاجة دي ليه؟ قالت لي ده حاجتي. هي ايه بقى كده؟ لازم نعرف حاجتها ولا مش حاجتها؟ لا، ده فرش في البيت نفسه، تمام؟ انا كنت مغير، جبت بديل ليه. فرش مكتوب في القايمة ولا مش مكتوب؟ ده مش بره القايمه خالص، ده كان بتاعي انا كنت جايبه فرشه في البيت. لما جيت نقلت في بيت تاني طب في الفرش القديم اللي مكتوب في القايمة؟ فرحت جايب جايب جديد تاني. ماشي. فالقديم وديته الاهلى ماشي. بدون اذني، وحاجات كانت حاجات برضه اللي كانت مكتوبه في القايمه وديتها بدون اذني. وقالت حاجتي أنا حرة فيها. قالت لي انا حاجتي وانا حر فيها. مش هي مكتوبة في القايمة إن حاجتها؟ تمام. ما أخطأتش المرأة. وبعدين ماذا قلت أنت يا حبيبي؟ فبقول لها لا الحاجه دي تيجي، فقالت لي لا طيب. حاجتي. فانا رديت عليها بنفس اللفظ ده كده، قلت لها لو هي حاجتك طب انا ماضي على قايمه. انا ماضي على قايمه. أيوه وبعدين؟ هتجيبي لي القايمه اللي انا ماضي عليها وخدي حاجتك اللي انت عايزاها تبقى حاجتك. طول ما في بيتي وانت معاكوا قايمه يبقى الحاجه دي دلوقتي في بيتك، تخص هنا في بيتك. قالت لي لا ده بتاعتي. فانا قلت لها ايه، رحت خابط قلت لها على الطلاق، رحت مدي لها طلاق ان الحاجه ده ترجع. قلت إيه بالضبط وماذا صنعت يعني؟ خدت الملاية هترد لك القائمة من أجل الملاية؟ صح معنا. ماذا قلت لها بالضبط؟ قلت لها الحاجه ده ترجع. قالت مش هترجع. قالت لي لا مش هترجع. وبعدين؟ رحت حالف عليها بالطلاق ان الحاجه دي ترجع. قالت مش هترجع برضه. وبعدين؟ جابت منها حاجه، لسه في حاجات تانية ناقصه. طيب ها. تمام. ماشي. دي خلاص يا عم خلص. ما انا بقول لك بقى يعني الثالثه اللي انا ما عرفت الثانيه. ماذا قلت لها في الثانيه؟ انت قلت علي الطلاق الحاجه دي ترجع. الملايه والحله. رجعت الملايه وما رجعتش الحله. ماذا قلت بعد ذلك؟ قلت لها انت طالق ولا ايه بالضبط؟ قلت لها لا، ما قلتلهاش انت طالق. قلت لها لو الحاجه دي ما رجعتش ايه. رحت قال لا عليها الطلاق. الحاجه دي لو ما رجعت ايوه يبقى عليها الطلاق، عليها لازم ترجع. بس كده يعني. الثالثه بقى دي كانت بسبب يعني لازم أن ترجع يعني انت. ها. الثالثه ما كانتش بتديني حقوقي كامله. طيب. اللي هي ايه؟ معروف خلاص بلاش اللي تدب بقى خلاص. انا شكيت لاهلها كذا مره. انا متجوز بقالي 6 سنين. وبعدين؟ قلت لابوها، قلت لاخوها، وقلت لوالدتها، وقلت لوالدي ولوالدتي انا، هم عشان يشوفوا لها حل. كم مره وكل مره تروح وترجع، تقعد في بيت ابوها يومين وتيجي تلاقي الجوز ايام وترجع تاني نفس السيرايه. تمام. لما جيت الثالثه ديت فقلت لها ايه يا بنت الناس، انا مش عايز خدامه، انا عايز واحده زوجة تبقى معايا في البيت، عيالي. تمام. انا مخلف منها 2. يا عم خلص. خلص الله يحفظك. قلت لها مش عايز خدامه، انا لو على خدامه، انا والدتي كانت قبل ما اتجوز كانت بتوكلني وبتسقيني وبتغسلني. طيب. انا عايز اللي هي حقوقي زي ما انا مش مقصر في حقوقك. طيب وبعدين ايه الموضوع بس خلص. تمام. لا ما بتدينيش فيها حقوقي. طيب. فجيت قلت لها انا مش عايز خدامه في البيت عندي. لو انت خدامه انا مش عايز خدامين، انا مش جايبك هنا تخدميني. الله المستعان. نفس اللفظ كده. فقلت لها عدى بقى عليها كام 20 يوم. المهم قلت اللفظ اللي يخص الطلاق. ما انا بقول لك مفيش بقى ايه اي حاجه، ولا في مثلا جماع، ولا في اي حاجه من اللي هي حقوقي، وانا لسه صغير. فانا عايز الحاجه دي
هي ما بتجيش يا معايا. عم خلص، قلت ايه بس اللفظ اللي جيت يخص قلت الطلاق. لها يا بنت الناس انت هتفضل على كده؟ ايه انت كده عايزه تتطلقي وتعيشي ولا ايه؟ طيب عشان ابقى انا عارف دينتي. الله. قالت لي اللي انت شايفه. ايه بنت عقله والله. قلت لها يا ست اللي انا شايفه انت كده بتتعاملي، انت عايزه اعاملك ان انا خدام، وانا ما بحبش اعامل خدامين. انا عايزك تعامليني زي ما انا بعاملك بما يرضي الله. فقالت لي لا. كم مره قلت لها عايزه تتطلقي؟ ادي مره قلت لها عايزه تتطلقي، عايزه تتطلقي، نفس الكلمه عايزه تتطلقي 5 مرات. كل مره النهاية ما عرفناش الموضوع. المرة الأولى ما هي محسوبة، لأن ما هو فاكر، مش فاكر ماذا كان. المرة الثانية ما في طلاق، يكفر كفارة يمين خلصنا. الثالثة ما نعرف ماذا تم. شكرا.